سلام حبيباتي، سلام لكل السيدات العربيات. نتمنى تكونوا ألف صحة وعافية. اليوم راح نقدم لكم بعد فترة طويلة من الانقطاع عاودت وليت لكم بهذه الوصفة واللي هي كغاتان تاع بطاطا والفلفلة خضراء. تجي شابة بزاف من ناحية الذوق. نروح مباشرة لطريقة التحضير. نجيبوا البطاطا نقوها نغسلوها بشويه خل ونقطعوها دوار وتكون رقيقه، لازم تكون رقيقه بزاف باش هكا ما تشدناش الطياب. ونجيبوا فلفله خضراء تاني نقطعوها قطع صغيره، وما ننساوش هذا الطرف تاع الدجاج والطوماطيس تاني، طوماطيس لازم نرابوها مع الثوم مرحي والبصل ثاني مرحي. هنا لي زيبيس درت فلفل، سكنجبير، شويه تاع راس الحانوت، ودرت كركم وفلفله حمراء. هنا انا ما درتش فلفله حمراء، درت فلفل حار احمر حار، ودرت شويه كمون على راس المغرف صغيره، ما درتش بزاف. وهنا ما ننساوش الملح نضيفه، لكن يعني بكميه قليله، ما نديروش بزاف باسكو لو كان نديرو بزاف غادي تجينا مالحه بزاف، نديرو غير شويه. هنا نخلطوا كاع الخضر مع بعض كيما راكم تشوفوا فيا. نزيدوا له الزيت، 3 مغارف كبار زيت، ونخلطوا. هنا نزيدوا الماء حتى تغطى كامل هذيك البطاطا. بلا ما ننساو قطع من الزبده من الفوق، وندخلوه للفرن يكون ساخن. كما راكم تشوفوا هنا الوصفه تاعنا راهي وجدت، انا شعلت عليها من الفوق ومن تحت وخليتها تطيب غايه، وهذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا. يعني كغاتان شباب بالبزاف، البنه تاعها جات شابه بزاف. جربوا وراح تشوفوا انفسكم، سيرتو هذاك البصل اللي عطاه بنه هايله. هنا راح نقسم وراح تشوفوا. ان شاء الله تجربوا ويعجبكم. نتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجوه مع الاحباب. اترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.